الجريش أكلة لذيذة ومحببة لدى الناس في منطقة نجد. يأكلونه في الأعراس والمناسبات وفي الأعياد، ويحبونه جدا لأنه لذيذ وسهل البلع والهضم، وله قدر مخصوص قديما مثل هذا القدر تماما. وبمناسبة هذا القدر، فهناك امرأة لما رأت أن الناس في حاجة ماسة جدا أوقفت قدرا وجعلته يدور بين الناس. كل من يحتاج إلى هذا القدر أخذه وصنع به طعامه ثم رده إلى صاحبته، وبقي في الناس زمنا حتى أغنى الله الناس. فأخذ هذا القدر وبيع، فاشتراه أحد الأثرياء ب100,000 ريال، فاشتري بها أرض. هذه الأرض جاءها تثمين من الدولة ب1,000,000 ريال. اشتري بالمليون عمارة، هذه العمارة تؤجر الآن ب100,000 ريال. انظروا، صاحبة القدر ما كانت تقدر أن تبقى هذه القدر إلى هذا اليوم. اليوم ينتفع الناس بريع ذلك القدر ويستفيد منه الفقراء والمساكين، ويبقى أجر تلك القدر لتلك المرأة التي ما قدرت هذا الأمر. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن شيئا أن تتصدق به أو توقفه لله. وقف ولو شيئا قليلا، فقد يبارك الله فيه حتى يكون مثل هذا القدر الذي وقفته هذه المرأة. والله عز وجل لا يتعاظمه شيء أن يعطيه لعبده. ما تدري ماذا يصنع الله به.